تعالوا نجمّع تجميعة سريعة كده، مين ياخد علاج إيه من مرضى الضغط؟ شرحنا أدوية الضغط والguidelines بتاعتها، تعالوا تجميعة سريعة كده. بالنسبة during pregnancy أشهر جروب بنكتبه، طبعًا في جروبات كتيرة بتتكتب، بس أشهر جروبات بتتاخد للanti hypertensive أثناء الحمل هو الميثايل دوبا واللابيتالول. طبعًا مش محتاج أقول لك أو محتاج أقول لك إن الARBs والACE inhibitor وكتير من الجروبات دي teratogenic، وخصوصًا الARBs والACE inhibitor. بس مبدئيًا يعني حكاية إن واحدة حامل في الاستقبال تاخد قرص تحت اللسان بالخطأ دي شيء كارثي، بس مبدئيًا إحنا شغالين بالميثايل دوبا واللابيتالول according لكل حالة. فتجميعة سريعة بالنسبة للpatient black patient، مش باتكلم على محاوي الpatient البلاك، طبعًا الأولوية عندي طبقًا للguidelines الdiuretic والكالسيوم channel blocker. بابدأ عادةً بكالسيوم channel blocker، ولو ما فيش تحسن باضيف بعد كده باعمل combination بادّي معاه diuretic، أو لو الضغط فوق ال160/90 أو 160/100 في الأول صراحة، أو بعض الguidelines فوق ال150/90 بابدأ بالcombination مرة واحدة بادّي الاتنين مع بعض. طب يا دكتور الpatient عنده في تسريب، في microalbuminuria عنده تمام، أو في proteinuria عنده تمام، فسواء بقى هو diabetic أو غيره، في الحالة دي طبعًا بابقى محتاج ACE inhibitor أو الARBs، وطبعًا ممنوع ندّي الاتنين مع بعض. الpatient يا دكتور diabetic قُلنا خلاص لازم diabetic hypertensive بابدأ بالACE inhibitor أو الARBs تمام. الpatient عنده جَوّد اوعى تدّي حاجة فيها diuretic تمام. الحالات اللي زي ديّة تحديدًا الثايرويد هترفع له الuric acid، فبالتالي هتزيد عنده الأعراض تمام. فأنت عندك جروبات كتيرة أشهرها calcium channel blocker أو الARBs أو الACE inhibitor تبدأ بيها، إلا لو هو indicated لحالة معينة بنختار الجروب المناسب زي ما شرحنا. الpatient asthmatic اوعى تدّي beta blocker، حتى يا دكتور تقول لي selective برضه ساعات بيعمل bronchospasm تمام. إيه اللي بيخلّيني أصبر أحيانًا على حاجات بقى selective والكلام ده؟ عيان cardiac وpost MI مثلًا، ودكتور الكارديو قال لازم يمشي على beta blocker مثلًا عشان يريّح عضلة القلب شوية تمام. فبالتالي خلاص ساعات باكون مضطر لكده وبادّي له البخاخات بتاعته، بحيث نقدر ندّي وقاية من موضوع الbronchospasm اللي يحصل. لكن من نفسي كده عيان asthmatic وادّي له beta blocker لأ طبعًا تمام. فدي كانت من أشهر التجميعات. طبعًا في تجميعة طويلة إن شاء الله هاشرحها بعد كده، بس دي الناس اللي عاوزة تلِم الpoints المهمة بسرعة.